السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة واحسن حال. النهاردة هنعمل عجة البطاطس بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة وهتعجبكم، واذا ان شاء الله عجبتكم يعني قولولي في الكومنتات. ويا ريت ما تحرمونيش من اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ادعموني بلايكاتكم واشتراكاتكم. تمام. هنعمل سلسلة من الوجبات قليلة التكلفة نظرا للغلاء اللي موجود في الأسعار وكده. فاحنا دي هنعملها ببساطة ببطاطس مسلوقة، وهما بيضتين اللي هنستخدمهم، وبصل وطماطم وبقدونس. هي دي تقريبا كل المكونات. تمام. هنعمل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عملت صينية حلوة وكبيرة ومشبعة جدا، وعجبت الولاد قوي. يعني هم حوالي كانوا كيلو بطاطس. انا سلقتهم وهرستهم وعملت الصينية الحلوة دي. تعالوا اقول لكم بقى عملناها ازاي. اول حاجة هنجيب حوالي 4 بصلات، هنجيب حوالي كيلو الا ربع طماطم، ربع كيلو لحمة بس. ماشي. حزمة بقدونس. هنيجي بأي مادة دهنية، سمنة ومعاها زيت. وبعد كده هننزل بالبصل. البصل هننزل فيه لحد ما يتدبل. تمام. انا عايزه الطعم بتاع البصل المتشوح. انا ما بحبش احط اللحمه بصراحه الاول خالص. لا، انا بحب يعني اشوح البصلايه حلوه قوي، وبعد كده ابقى انزل عليها باللحمه. تمام. دلوقتي بعد ما اتشوحت كويس جدا البصلايه، نزلت عليها باللحمه. بفضل اهرس فيها كده، علشان انتي لو ما هرستهاش بالطريقه ديت هتعمل تكتلات، وبالتالي هتبقى مكلكعه كده ومش هتفك. فانتي لازم وهي لسه نازله على النار لازم تقعدي تهرسي فيها. وانا نزلت ببهارات لحمه، 7 بهارات، فلفل اسود وملح بس. بقعد انزل بيهم والفهم كويس جدا في الزيت او السمن علشان يطلعوا الريحة بتاعتهم. بعد كده نزلت بفلفل كوبي، دول حوالي قرنين فلفل كوبي. بفضل الف فيهم لان انا برضو عايزاهم يعني طعمهم موجود. وبعد كده نزلت بالبقدونس اللي انا مقطعه. نفضل نلف فيهم كده لحد بس يا دوب يتشوح، وانزل عليها بالطماطم. زي ما انتم شايفين انا مقطعاها تقطيع، يعني مش صغير ومش كبير. بعد كده هسيبها تتسبك براحتها. وهجيب البطاطس، هو حوالي كيلو بطاطس. انا طبعا كنت سلقاه، وبنزل عليه بقى وهو سخن كده ان انتي تهرسيه، بيبقى سهل الهرس ساعتها. بعد ما هرستها كويس جدا، بحاول على قد ما اقدر ما اخليش فيها تكتلات او احجام كبيره يعني. بفضل اهرس فيها كويس جدا. وبعد كده اجيب بيضه احط لها شويه ملح وفلفل اسود، واروح نازله بيها ولفاها. افضل الف فيها برضو، وهنا معلقه بيكنج باودر. تمام. نفضل نلف فيهم كده هما الاتنين علشان يتجانسوا مع بعض كويس قوي. لان طبعا انتوا عارفين ان البيض ماده رافعه، والبيكربوناته ماده رافعه. فانا عشان ايه؟ عشان تخش مع البطاطس كويس جدا، بقعد اقلب فيها حلو قوي. بعد كده هوت بعد ما اتاكد ان هي تمام تجانست مع بعض، اجيب بقى اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها او العصاج اللي احنا عملناه. انا عن نفسي انا بحب جدا ان انا اخد نص الكميه، الف بيها البطاطس كويس قوي. ما بحبش حته ان انا ايه البطاطس تبقى من تحت والعصاج في النص وبعد كده البطاطس. لا، ما بحب كل لقمه انت بتاكليها يبقى فيها الطعم كله. تمام. انا جيت دلوقتي سخنت القارب اللي انا هحط فيه، وحطيت فيه معلقه سمنه بلدي عشان اتاكد ان انا ايه، ان انا لفيته كله بالسمنه عشان عندي ما تلزقش في الصاج يعني، او في تلزقش في الصينيه. جيت رحت نازله بنص الكميه وفردتها كويس جدا. وبعد ما فردتها رحت جايبه بقيه الحشو طبعا اللي احنا العصاج اللي احنا عاملينه، ورحت حاطاه في النص. فكده طبعا حضرتك بتاكلي يعني الكم كله عباره عن اكله حلوه لذيذه، والحشوات بتاعتها جميله. فيعني انا ما فصلتش بين البطاطس لوحدها والعصاج، لا اهو. يعني جيت بقى بنص العصاج اللي كان فاضل، ورحت برضو حطيته في النص. فانتي تاكلي الاكل تحسي ان هو محبش كده كله على بعضه محبش، مش فاصله بين البطاطس والعصاج خالص.
فدي بتبقى طريقة خطيرة والله، هتعجبكم جدا. بس حاولوا جربوها وقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. واحلى حاجه ان انت لازم تكوني مظبطه طبعا الملح وكده هوت. انا جيت بقى رحت نازله دلوقتي ببقيه البطاطس، وبحاول يعني افردها كويس جدا اهوت زي ما انتم شايفين. بنفردها بس طريقتها بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش اي حاجة. وما عندكيش حاجة قومي اعمليها، ممكن حتى من غير، على فكرة ممكن من غير لحمة مفرومة، والله ده اقل كمان من ربع كيلو يعني. فانا يعني ايه قلت ايه يبقى حاجه كده سخنه وحلوه للولاد. وبجيب بقى بيضه تانية، انت ممكن تستغني عن البيضه الاولانيه وتحطي كفايه بيضه اللي هي على الوش. تمام. بتيجي بعد كده بتمشيها على الوش كده وتمسحيها بالفرشه ولا حاجه، وتحطيها في الفرن حوالي يعني ربع ساعه بالكتير قوي. وبعد كده هو بتحطيها تحت الشوايه بتاخد وش. خلاص تمام، لان هي كل المكونات مستويه. جيت هنا رحت عملت سلطه بنجر. انا عشان بيسهل عليا التقشير، فانا بحطه في طبق فيه ميه ساقعه، وبنزل عليه اول ما بينزل من على النار، لان هو طبعا بيبقى سخن جدا زياده عن اللزوم. فانا بعمل الحركه دي فما بحسش قوي بالبتاع. وبعد كده هو بقى سلطه البنجر حطيت فيها بقدونس، توم، شويه زيت، شويه خل، ملح، كمون، ده اساسي. وبعد كده تظبطي الملح بتاعك، وبعد كده تقلبيها. وكده بألف هنا وشفا. سلطة بنجر جنب العجة أحلى وجبة وجميلة وخفيفة ومشبعة. لذيذة قوي قوي. والله هتعجبكم، يا ريت تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لأ. ويا ريت ما تحرمونيش من اللايك والشير. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، علشان ان شاء الله في حاجات كتيرة قوي هنزلها، وكلها وجبات سريعة التحضير وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. وخصوصا ايه الايام دي يعني علشان غلاء الاسعار وكده. فيعني نحاول ايه نعمل حاجات للولاد تبقى حاجات مشبعة وفي نفس الوقت لذيذة وخفيفة وحلوة. تمام. هنا دي انا بعد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله بصوا الوش عامل ازاي. اخدت وش وخطيرة وجميلة جدا جدا اهي. واتقطعت بعد كده اهوت، واتقدمت مع سلطة البنجر. اكلة حلوة قوي، وكلي معاها بقى جنبيها عيش سخن كده وجميل. متحرمونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. سلام.